عند عربة العرنوس والشلغم. شفنا هاي الحجية اللي من بيتها ترحب وتهلي. حجية يعطيك العافية، نحن سعيدين بهالشوفة. الله يشافيك، وهالوجه الصبوح هذا اللي يخبر حبيبي. هاي كلها بيوتكم كلنا أهلكم، واهلا وسهلا بكم ومرحبا. والبصرة تلاهي بالصغير والكبير والبعيد والقريب والخليج، حياكم وليداتي كل الهلا. تأمرون شي ما خدمتكم. نحن سعيدين بتواجدنا في البصرة، فرحانين بشوفة أهل البصرة، ويوم نشوفك أنت تنادينا من هناك على الراس. فرحانة بشوفة الخليجيين في البصرة. يما كان منين احنا وانتم منين؟ ماكو فرق وليد، والله ماكو فرق يا يما. شلون ما كيف بيكم اللي يجي نشله ضرعنا إلي. والله شلون منين احنا؟ غير عرب، غير اسلام، غير اصالة العرب. هاي شلون يا يما؟ أنا جيتك من الإمارات يما يقول اللي يجيك من عليك، مو انا من عليك، انت منيت علي جيتني. ايه لعد شلون؟ أنتوا أهل البصرة أهل كرم، أهل نخوة. اللي شفته في أهل البصرة من أول وصولي للمطار لين هاللحظة وأنتوا حايفين حوف. احنا لين تدري شنو سببها؟ ربط البصرة بالخليج وحده، هاي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من بعد الخليج تتصل بدول العالم. ليش عندنا ميناء يتصل بدول العالم. فلهذا شوف أهل البصرة شعبيتهم، منطقهم، أسلوبهم تختلف عن محافظات العراق كلها، بأسلوبها، بضيافتها، بخدمتها للعالم، باستقباله، بمنطقها، بكل شيء تختلف. يا أنت صغير يا ريت من ذاك الوقت موجود وشايف أهل البصرة ايش يسوون. يا ريت احنا كنا نسمع عن قصص أهل البصرة وكبرنا ونحن نسمع عن البصرة وأهلها، واليوم نحن سعدنا لما سمعنا أن بطولة كأس الخليج بتكون في البصرة. قلنا فرصة نروح ونشوف أهل البصرة اللي اشتقنا لهم. حياك والله، حياك يا وليدي، حياكم والله. وأنا بيتي مفتوح خصوصا للإمارات والخليج بصورة عامة، والإمارات بصورة خاصة، بخدمتكم والله. وأنا أمكم وليدي حبيبي. الله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله بتكون لنا زيارة خاصة لك. حياك.